ايه يا حبيبي وحشتني، مش ناوي تحن عليا بقى ولا انا ما وحشتكش؟ ولا لازم انت بس اللي توحشني؟ لا جوزي نزل من بدري ما تقلقش. يلا بقى عشان انت وحشتني انا زهقت. انا قاعده مستنياك اهو عشان بجد انا عاوزه اتكلم معاك، يعني وحشني قوي والله. طيب ماشي. انا قاعده. لا لسه شويه يعني. طيب ماشي. خلاص ماشي يا حبيبي. يلا سلام. تعرف الواد ده من امتى؟ ما تردي يا هاني، ما تخلصي دلوقتي وانا بخوف. ما تردي. هو في ايه يا هاني؟ ما تردي عليا. تعرفي الواد ده من امتى؟ اعرفه قبل ما اتجوزك بكتير قوي. تعرفيه من زمان قوي، يعني انا كنت مغفل. لا طبعا. طب تمام قوي، كلمي لي الواد ده وخليه يجي دلوقتي. ولو عرفتيه اللي انا هنا هخلص عليكي. طب انت هتعمل فيه ايه؟ خايفه عليه يا حرام. طب اتجوزيني ليه يا بنتي طالما انت بتحب واحد كده؟ انا بحبك انت كمان والله. رن عليه انجازي. حاضر. ايه كل ده ما بيردش؟ مشغول قوي كده؟ تليفونه مقفول. يا حبيبتي عادي مش مشكله، اتصلي تاني تالت عاشر براحتك، خدي طول الليل اتصال، انا قاعد هنا لحد ما يجي. بلاش يا حسام العصبيه تعميك وفي الاخر تعمل حاجات هتندم عليها. لا ومن ناحيه الندم فانا ندمان ان انا اتجوزت واحده شبهي. انت بتيجي دايما عليا يا حسام. اتصلي بيه. حاضر. ايوه يا حبيبي، انا عاوزاك تيجي دلوقتي يعني. لا بلاش بالليل يعني. تعالى دلوقتي. طيب ماشي انا مستنياك بس. لا صوتي مفيهوش اي حاجه، انا تعبانه بس شويه. لا مفيش اي حاجه، انا مستنياك عشان بس عاوزه اقعد معاك شويه. طيب ماشي باي. جاي بيتي لمراتي وفي غيابي وانا طافح الدم في الشغل عشان اجيب لك الفلوس. ليه عملت معاكي ايه؟ بصي بقى، انا هدخل الاوضه ولما يجي لو عرف انا موجود هنا اقسم بالله يطلع اخلص عليكي وعليه. انت بتيجي دايما عليا يا حسام. هو انا قصرت معاكي في حاجه قبل كده؟ جيت عليكي قبل كده؟ ما تردي. لا يا حسام. طب ظلمتك او هنتك او شتمتك او ضربتك حتى؟ ما ترد عليا. لا برضه. طب عملت كده ليه؟ انا عملت كده عشان انا بحبه يا حسام. مش المفروض دلوقتي يا حبيبه قلبي جاي تقومي تظبطي نفسك وتنضفي نفسك عشان ببقى ايه؟ مبقاش متضايق منك. يعني ايه؟ يعني تحطي ميك اب بقى وتحطي الروج والحاجات بتاعتكم دي اللي انت المفروض تحطيها لجوزك المغفل اللي هو دلوقتي المفروض في الشغل طالع عين امه عشان يجيب فلوس عشان يصرف عليكي ويجيب لك اللي كل اللي نفسك فيه، صح ولا ايه؟ انا جاهزه. انا هدخل جوه دلوقتي وزي ما قلت لك لو عرف انا موجود هنا هقتلك وهقتله. يا رب انا خايفه يعمل في اي حاجه، يا رب انا بحبه، يا رب استر يا رب. حسك عينك تعرف لي انا موجود. حاضر. يلا روح افتحي الباب. حاضر. ايه يا حبيبتي؟ ايه يا حبيبي عامل ايه؟ وحشتيني قوي. وانت كمان والله. مالك كنت خايفه وانت بتتكلمي في التليفون؟ لا خالص والله، انا كنت تعبانه شويه. حاسس ان كان فيكي حاجه. لا خالص والله بقول لك. طمنتيني يا شيخه، كنت خايف عليكي قوي. طب ادخل طيب. ما انت تدخليني مع ده والله العظيم لا اقتلك واقتله. انا تعبت من حسام قوي يا حبيبي. لسه شاكك فيكي برضه زي ما هو؟ زي الاول يمكن اكتر كمان. وحشتيني قوي يا نهى. يا حبيبتي انت عامله ايه واخبارك ايه؟ انا زهقت من العيشه دي، انت لازم النهارده تبات عندي. اخر مره يا حبيبتي البت عندك فيها مراتي عملت مشكله كبيره قوي. يا حبيبي لازم تبات النهارده عندي عشان هو مش هيجي من الشغل اصلا. عايزك تهدي كده وتروقي وتقومي تجيبي لنا حاجه نشربها. طب تشرب ايه طيب؟ يلا قومي هاتي لنا حاجه ساعه. وانا اعمل لك كوبايه شاي. مش تقولي لي عم ناصر هو اللي جاي يا بنتي تخليني كده واقف مش على بعضي. منور يا عم ناصر، قومي انت بس يا نهى يلا قومي. حاضر. منور الدنيا كلها يا عم ناصر، والله ما كنتش عارف انت اللي جاي. لو انت كنت فاكر مين اللي جاي اصلا يا حسام؟ والله لو عارف انت اللي جاي يا عم ناصر كنت ذبحت لك خروف. حقك عليا بقى معلش، عرفتش اكلمك المره دي. يا حسام البت نفسها تعبانه بطل شك فيها. يا عم ناصر هي اشتكيت لك يا عم ناصر؟ ايوه طبعا اشتكيت لي، ما ينفعش كده يا حسام كل حاجه تشك فيها. يا عم ناصر مش عارف والله، حقك عليا والله انا مش يا ابني عارف. اتق الله فيها وفي بيتك، ما ينفعش كده يا حسام الشك كل شويه. والله يا عم ناصر ما بايدي يا عم ناصر، مش عارف ايه اللي بيحصل لي. كل ما اجي برضه اقول مش هشك تاني مش هشك تاني، اكن في شيطان كده بيتولد وبيخليني اشك فيها. مش عارف انا مش عارف. وينفع ده يعني؟ ينفع الشك كل شويه فيها؟ انا حتى عاوز اروح لدكتور اقسم بالله عشان انا حاسس ان في حاجه يعني. بس يا ابني دي بنت اصول، دي ما اعتبرش مش اختي، دي بنتي انا اللي مربيها.
فما ينفعش تشك فيها تاني بعد اذنك. مش عارف والله يا عم ناصر، انا اصلا يعني انا بقول لك انا اللي ظالمها، يعني هي بريئه يعني ومظلومه، انا اللي وحش، المشكله فيا انا اللي على طول بشك، وانا اللي انا مش عارف طب ايه. ما يا ابني كده تخرب بيتك. مش عارف يا عم، طب اعمل ايه طيب؟ ما لا شيل الشك ده من نفسك خالص، ما ينفعش يا ابني. ما هو انا الفكره كلها كل ما اجي انوي اقول لا مش هشك، تلاقيني كده الشك ده يخرب بيتك صدقني. مش عارف يا ابني اتق الله وقرب لربنا وصلي، يمكن ربنا يكرمك ويبعد عنك الوسواس ده. والله يا عم ناصر انا تعبان، يعني هي تعبانه معايا برضه وانا تعبان، اقسم بالله انا نفسي. ما انت تعبان دلوقتي تجيب التعب عليها؟ ما ينفعش يا ابني، هي بني ادمه برضه لها شعورها. انا حتى كنت فاكرك اللي انت اصلا يعني واحد تاني جاي لها وقعدت. طب ينفع كده يعني؟ مش عارف ينفع والله. بنات الاصول تعمل فيهم كده؟ مش عارف والله. اتق الله يا ابني، انا بص دي بنت مربيها وانا عارفها كويس، ارجوك اتق الله اتق الله. مش عارف والله يا مناصر، بس هحاول والله، هحاول اقرب من ربنا عشان ده اكيد بعد من عن ربنا يعني غصب عني. ربنا يهديك يا ابني، ربنا يهديك ويصلح حالك، خاف على بيتك يا رب. طبعا يا جماعه اللي احنا عملناه ده حصل حقيقي، فبرجوكم ان محدش يشك في اهل بيته، طبعا دول ولاد ناس والشك ده بيوصل لخراب البيوت، فارجوكم بلاش الشك. يا جماعه بالله عليكم بلاش حد يسمع لحد ويسلم ودنه لحد، عشان ده بيبقى اساسه الشك. ممكن واحد صاحبك يقعد يتكلم على البنات بطريقه وحشه فانت تفتكر مراتك منهم، او مثلا حد لو طلع منها رد فعل تلقائي ممكن تسمعه من واحده بره تفتكر ان مراتك زيها مثلا، او سواء بهزار او هزارك معاها يعني. ممكن انت من كتر الشك تخليك تشك في اختك في امك. بلاش تتسرع، بلاش تبقى ابعد عن صحاب السوء، قرب من ربنا عشان ما تقعش في دايره الشك، وده هتخرب بيتك وهتبوظ كل حاجه، ودي دمار عيلتك كلها. صح يا عم ناصر؟ لا صح، لازم تكون تتقي الله، ولما تلاقي حاجه زي كده انك انت توصل ليها قرب لربنا احسن، وخليك قرب لربنا وهيبعد عنك الشك ان شاء الله. ودي رسالتنا في الفيديو ده، واتق الله بس. السلام عليكم.